مين هم الفنانين اللي يكسبوا معانا جايزة أسوأ أداء تمثيلي في مسلسلات النص الأول من رمضان؟ لا موهبة ولا حضور ولا تفهم هم ليه ظهروا أساسا. لايكك الجميل يا صديقي وتعال أقولك على القايمة بالأسماء اللي فيها. هحكي لك حلاوته وحشتني. انت كمان عشتيني. أول اسم معانا في القايمة وجاي من مسلسل علي كلاي وهي الفنانة رحمة محسن. أنا مش فاهم إيه اللي خلاها تمثل أصلا، يعني مفيش موهبة تمثيلية ظاهرة وفي نفس الوقت تم الاعتماد عليها بشكل كبير قوي في مشاهد المفروض يعملها ممثلين كبار، زي المشهد اللي قعدت تعيط فيه وقلبت الدنيا ده. أي حد تاني بيعرف يمثل كان بقى ترند في المشهد المأساوي، إنما هي بقت كوميك على الإنترنت الناس بتضحك عليها. ايه اللي خلاها وليه اللي خلاها محدش فاهم حاجه. ليه ظهرت رحمه محسن في مسلسل علي كلاي كممثله؟ ده سؤال ما اعتقدش ان حد هيلاقي له اجابه. انت هتسيبني؟ ابعدي يا كمال. انت بتزقني عشان فوق يا علي فوق. تاني حد بقى معانا يا صديقي وهي الفنانة طارة عماد من مسلسل إفراج. في الحقيقة هي موهبتها ضعيفة جدا إنها تطلع بأدوار صغيرة، إلا إنها بتقوم بدور البطولة النسائية في العمل ده بالتحديد. يمكن تكون الكتابة ظلماها شوية، ولكن ما هي عملت مليون عمل قبل كده ما أثبتش موهبتها، إلا إنها السنة دي وفي النص الأول من رمضان 2026 تعتبر من أضعف الأداءات اللي ظهرت قدامنا على الشاشة. طارة عماد مش داخلة بتمثل في مسلسل وليها دور، دي داخله حصه نصوص وبتسمع اللي هي حفظته، وتعتبر من أسوأ الاداءات الموجوده السنه دي. لقيت المحفظه بتاعته اللي وقعت منه ولقيت العنوان في البطاقه، فقلت يعني ان انا ارجعها له. الله يكتر خير. بعد كده معنا اسم جديد جاي من مسلسل وننسى اللي كان، وهو الفنان محمود حافظ، اللي انا شخصيا اعرف ناس اول ما بيظهر على الشاشه بتجري توطي الصوت قبل ما يزعق. محمود حافظ هو فنان الحنجرة، لدرجة ان اعتقد ان المخرجين ما بقوش فارق معاهم لا ملامحه ولا اداؤه التمثيلي، المهم نبرات صوته عاملة ازاي النهاردة. فتلاقي الحاجة الوحيدة اللي نافعاه ما بين الوسط الفني هي حنجرته وصوته، وهو معتمد على ده بشكل كامل في كل الادوار اللي بيقدمها. فما فيش موهبة ولا في حضور قدام الشاشة طول ما صوته جايب اخر الشارع. ده اللي جابك هنا يا بت؟ ارجعي على مطرح ما جيتي، ارجعي. لا حاسب يا بعد كده هنروح لشخصية ودور في كوميديا سخيفة جدا من مسلسل هي كيمياء، وهو الفنان محمد محسن، اللي طالع بيتكلم بشكل غريب. طول عمرنا نسمع عن ان الواد ده بقه معوج، انا اول مرة اشوفها. المفروض توجيهات المخرج ليه انه يفضل عاوج بقه طول ما هو بيتكلم، فتسمع منه كلمات سخيفة على اساس انها هتضحك بطريقة نطق اسخف كمان، زي يا معلم ومش عارف يا معلم وكوكب الشر، كلها كلمات باسلوب مفتعل علشان قال ايه يطلعوا لك منها كوميديا. وفي الاخر الموضوع بقى سخيف وبقى من اسوأ الاداءات تقريبا في المسلسلات اللي موجودة. انا اول مره اشوف المعلم بتاعنا مكسور قوي كده، يا ريتني كنت انا المعلم. ولسه بعد كده معانا الفنان احمد رفعت من مسلسل فن حرب. طبعا انت مش تعرفه لان انا شخصيا قعدت ساعه بدور على اسمه على السوشيال ميديا. الفنان احمد رفعت مقدم شخصيه الضابط في مسلسل فن حرب اللواء، ولكن في الحقيقه هو مقدمه باكتر كليشيه موجود عن الضباط في تاريخ السينما. فكره الشنب وطريقه الكلام المعينه قوي اللي فيها صرامه، الكلام ده مش واقعي تماما واصبح فيك للناس. ويمكن هنا انا هضرب مثال موجود قدامنا، وهو اللواء وليد السيسي اللي موجود على السوشيال ميديا النهارده، بعيدا عن فكره قصص جرائم القتل اللي انا عامه ما بتابعهاش. ولكن الراجل ده انا اكتسبت منه معلومه مهمه جدا، ان الضباط واللواءات ما بيتكلموش زي المسلسلات، بيتكلموا عادي زينا. فيجي الفنان احمد رفعت ويقدم شخصيه لواء الشرطه باكتر طريقه ساذجه في الدراما التلفزيونيه وفي السينما كمان. الغلطه دي هي اللي بتودي المتهم السجن وبتجرجر وراه عصابه كامله بتريحنا منها. دول بالنسبة لي يعتبروا 5 أسماء من قائمة أسوأ فنانين قدموا أداء تمثيلي سيء جدا السنة دي. المهم انتوا قولوا رأيكم بقى في الأسماء اللي احنا اتكلمنا عليها، والقائمة المفروض 10، 5 عليا و5 عليكم. قولوا لي انتوا أسماء تانية شايفينها تعتبر من أسوأ الأداءات الموجودة السنة دي أو في النص الأول من رمضان 26. مستني رأيكم في التعليقات، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير. أشوفكم الفيديو الجاي. انا لو وقفت جنبك يا علي انت بتحبني، انا مش حد تاني. ما بحبكيش. ازاي ما بتحبنيش؟